السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في فيديو جديد. إذن هذا الفيديو فهو استمرارية لتصحيح تمارين الموجات الخاصة بالسنة الثانية بكالوريا. إذن في فيديو سابق تم تصحيح التمرين الأول والتمرين الثاني. إذن في هذا الفيديو إن شاء الله سيتم تصحيح التمرين الثالث والتمرين الرابع. إذن هذه التمارين الأولى فهي تمارين بإمكان أن نقول أنها بسيطة، يعني من ناحية الصعوبة ديالها هي تمارين من أجل التدرب على المفاهيم اللي كاينة في الدروس، وكذلك العلاقات اللي كاينة في الدروس، يعني تستثمر فيها الفهم ديالك للدرس. يعني تمرين طبيعة الحال فهو كتستحضر فيه جميع المعارف والمهارات اللي اكتسبتيها، ومنها كتشوف واش فهمتي الدرس مزيان ولا مازال يعني عندك شي مشكل يعني مع شي مفهوم ولا شي حاجة ما فهمتيهاش. إذا بالنسبة للنص التمرين الثالث، إذا تحدث الرياح في أعالي البحار أمواجا تنتشر نحو الشاطئ. يهدف هذا التمرين إلى دراسة مبسطة لحركة هذه الأمواج. نعتبر أن الموجات المنتشرة على سطح البحر نعتبرها متوالية وجيبية، دورها التي يساوي 7 سكوند، وأن المسافة الفاصلة بين ذروتين متتاليتين إذن هي المسافة د كتساوي 70 متر. إذن هنا كنلاحظوا عندي الشكل الأول وعندي الشكل الثاني. إذن باقي الأسئلة. إذن السؤال الأول: هل الموجة المدروسة طولية أم مستعرضة؟ وعلل جوابك. إذن هنا موجة على سطح الماء، إذن أمواج على سطح البحر، إذن فهي طبيعة الحال درناهم في الدرس، إذن هي موجة مستعرضة. وتعليل الجواب راه بسيط: اتجاه الانتشار عمودي على اتجاه التشويه. السؤال الثاني: أحسب في سرعة انتشار الموجة. السؤال الثالث إذن يعطي الشكل الأول مقطعا رأسيا لمظهر سطح الماء عند لحظة تي. إذن نعتبر S منبعا للموجة، وM جبهتها التي تبعد عن S بمسافة SM. إذن ألف: اكتب تعبير طول التأخر الزمني لحركة M بالنسبة لحركة S بدلالة لامدا وفي، وأحسب طو. باء: قارن الحالة الاهتزازية للنقطة M بالنسبة للمنبع S. ورابعا: إذا تصل الأمواج إلى بوابة عرضها A يساوي 60 متر توجد بين رصيفي الميناء. إذن الشكل الثاني: انقل الشكل الثاني ومثل عليه الموجات بعد اجتيازها البوابة وأعطي اسم الظاهرة. إذن السؤال الأول جاوبنا عليه. السؤال الثاني: غنرجعوا للمعطيات اللي عندي في التمرين. إذن هنا جوج المعطيات اللي مهمة عندي هنا في نص التمرين. إذن عطيني أنها أمواج متوالية جيبية، إذن دورها التي، والمسافة بين ذروتين متتاليتين اللي هي الدي. المسافة بين ذروتين متتاليتين، إذن هذه هي الذروة مثلا الأولى، هذه هي الذروة الثانية. إذن المسافة بين هاد الذروتين المتتاليتين كتساوي 70 متر. إذن أولا غنعطيو العلاقة ديال السرعة، وبعد ذلك نقوم بالتطبيق العددي. إذا نعلم أن إذن في تساوي دي على دلتا تي، والدي في هذه الحالة إذن هي طول الموجة ديال لامدا على الدور تي. إذن من خلال المعطيات تاع نص التمرين، إذن المسافة بين ذروتين متتاليتين تمثل طول الموجة لامدا. إذن بالنسبة لنا بقى لنا فقط نمر إلى التطبيق العددي. إذن في تساوي إذن المسافة دي عطينا 70 متر، إذن 70 مقسومة على إذن الدور اللي هو 7 سكوند. إذن 70 مقسومة على 7 إذن غتساوي 10 متر على السكوند. الآن بالنسبة للسؤال الثالث، إذن اعطي تعبير طول التأخر الزمني لحركة M بالنسبة لحركة S بدلالة لامدا وفي. إذن هنا عطينا هذا الشكل. إذن أول شيء نلاحظوا هذه المسافة SM علاقتها بلامدا. إذا لخديت من هذه النقطة حتى لهذه النقطة، إذن عندي هنا واحد لامدا، ومن هذه النقطة حتى لهذه النقطة عندي لامدا أخرى. يعني المسافة بين S و M تساوي 2 لامدا. إذن نكتب هذا التعبير. إذن غناخد العلاقة ديال السرعة. إذن في هذه الحالة المسافة هي SM على المدة الزمنية دلتا تي، ودلتا تي تمثل التأخر الزمني. بإمكاني نكتبها هنا في العلاقة منذ البداية. إذن المسافة SM على التأخر الزمني طو. إذن غندير هنا من الشكل. إذن من الشكل عندي SM تساوي 2 لامدا، ونعطيه في هذا التعبير. إذن في تساوي 2 لامدا مقسومة على طو، ومن هذه العلاقة نستنتج طو. إذن هنا ومنه إذن طو
تساوي 2 لامدا على في. بقى لنا فقط الحساب. إذن التطبيق العددي، إذن طو تساوي 2 مضروبة في 70 متر على في اللي هي 10. إذن هنا 70 مقسومة على 10 غتعطيني 7 في جوج غتساوي. إذن طو تساوي 14 سكوند. الآن السؤال باء، مقارنة الحالة الاهتزازية ل M و S. إذن بطبيعة الحال قلنا لكي نقارن الحالة الاهتزازية للنقطتين من وسط الانتشار يكفي أن نقارن هذه المسافة بين النقطتين اللي هي S و M في هذه الحالة مع طول الموجة لامدا. إذن هنا كنا كاتبينها سابقا هي. إذن من الشكل لدينا إذن المسافة SM كتساوي 2 في لامدا. وهنا تحققت عندنا العلاقة اللي درناها في الدرس، إذا المسافة بين نقطتين تساوي ك في لامدا، بحيث ك عدد صحيح طبيعي. إذن بحيث نكتبها هنا، إذا ك تساوي 2 و 2 تنتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة طبيعية. إذا S و M، ونكتب هنا الجواب، تهتزان على توافق في الطور. تنبقى لنا في التمرين السؤال الأخير. بالنسبة للسؤال رقم 4، إذا هنا تصل الأمواج إلى بوابة عرضها A كيساوي 60 متر، توجد بين رصيفي الميناء. الشكل الثاني، انقل الشكل الثاني ومثل عليه الموجات بعد اجتيازها البوابة واعطي اسم الظاهرة الملاحظة. إذن طبيعة الحال هنا عندي موجات، غادي تكون واحد الحاجز أمام هاد الموجات، وداك الحاجز فيه واحد الفتحة. إذن الظاهرة الملاحظة اللي غتكون ظاهرة الحيود. إذا هنا نتأكدوا فعلا أنها الظاهرة التي ستحدث، وخاصنا نرسموا الموجات بعد اجتيازها لهذه البوابة. البوابة في هذه الحالة هي اللي كتمثل لنا ديك الفتحة. إذا هنا خاصنا نرسم الموجات اللي كنسميوها الموجة المحيدة. إذن الشكل غنعاود نرسمو. إذا هذا هو الشكل اللي قمنا بالرسم تاعو. بالنسبة للجواب على السؤال تاع الظاهرة الملاحظة، بما أن هذا الشرط تحقق، إذا حنا لدينا لامدا راه هي 70 متر و A 60 متر. إذا A أصغر من لامدا، وبالتالي فإن الظاهرة التي ستحدث هي ظاهرة الحيود. إذا ماذا يحدث في هذه ظاهرة الحيود؟ إذا هذه الفتحة ستتصرف كمنبع جديد لهذه الموجات، نسميه منبع وهمي، وبالتالي بما أن يعني نقولوا العرض تاعها صغير، فهي نعتبروها منبع نقطي، والشكل تاع الموجات اللي غتظهر هي موجات دائرية. إذا التمثيل مع الحفاظ أن هذه الموجات، الموجة الواردة والموجة المحيدة، عندهم نفس طول الموجة، نفس سرعة الانتشار. إذا من انطلاقا من هذه الفتحة نحاول نرسم ما أمكن. إذن الشكل هذا ما سنلاحظه. إذن بالنسبة للشكل، إذن هذا التمرين الثالث. إذا نمر لتصحيح التمرين الرابع. إذن بالنسبة للتمرين الرابع، إذن السونار جهاز استشعار يتكون من مجس يحتوي على باعث E ومستقبل R للموجات فوق الصوتية، ويستعمل في الملاحة البحرية لمعرفة عمق المياه، إذ بفضله تستطيع السفن الاقتراب من السواحل بكل اطمئنان. لتحديد عمق المياه ترسل باخرة بواسطة باعث E إشارات فوق صوتية دورية جيبية نحو قعر البحر، وبعد اصطدامها بالقعر ينعكس جزء منها ليتم التقاطه من طرف المستقبل R. انظر هو الشكل. الأشعة المنمذجة لاتجاه ومنحى الانتشار مائلة قليلا بالنسبة للاتجاه الرأسي. هذا هو الاتجاه الرأسي، وهذه الأشعة راها مائلة قليلا بالنسبة لهذا الاتجاه. إذن عندي الشكل الأول وعندي الشكل الثاني. إذن يمثل الرسم التذبذبي الإشارة. إذا الرسم التذبذبي الأول هذا الإشارة المنبعثة من الباعث، إذن من E، ويمثل الرسم التذبذبي الثاني الإشارة المستقبلة من طرف R، اللذان تمت معاينتهما بواسطة السونار. إذا الأسئلة، أعطي تعريف موجة ميكانيكية متوالية. إذا التعريف خاصو يكون محفوظ وبأي طريقة، يعني بأي صيغة كانت راها مقبولة. المهم بعض الحوايج اللي تكون مذكورة في التعريف.
السؤال الثاني: هل الموجة الصوتية طولية أم مستعرضة؟ إذن دائما أشير إلى هذا النوع من الأسئلة اللي كيكون فيها الاختيار، ما كيتطلبش منك التعليل نهائيا، غتقول يا إما طولية أو مستعرضة فقط. السؤال الثالث: نستعمل موجات فوق صوتية ترددها إذن N يساوي 200 كيلو هرتز، تنتشر في الماء البحر بسرعة V، إذن V في الماء كتساوي 1500 متر في السكوند موان 1. إذن ألف: أحسب الدور T وطول الموجة لامدا للموجة الصوتية. باء: انطلاقا من الرسم التذبذبي حدد قيمة المدة الزمنية دلتا T. إذن جيم: نعتبر أن الموجات فوق الصوتية عفوا تتبع مسارا رأسيا، عبر عن العمق D بدلالة دلتا T و V في سرعة الانتشار في الماء، وأحسب هذه المسافة D. إذن بالنسبة للأسئلة الأولى: تعريف. إذن التعريف راه خصو يكون محفوظ كما قلت سابقا. إذن هي ظاهرة انتشار التشويه هنا بهذيكم متتالية، إذن نقولوا مصان في وسط مادي ومرن يصاحبه انتقال للطاقة دون انتقال للمادة المكونة لوسط الانتشار. إذن السؤال الثاني: الموجة الصوتية، إذن هي موجة طولية. بالنسبة للسؤال الثالث: إذن حساب الدور تي، إذن لكي نحسب الدور تي عندنا واحد المعلومة اللي هي التردد. إذن نعطي العلاقة بين الدور والتردد. إذن نعلم أن التردد يساوي مقلوب الدور، ومن هذه العلاقة نستنتج أن الدور يساوي مقلوب التردد. قلنا فقط التطبيق العددي. إذن في التطبيق العددي إذن تي كتساوي 1 مقسوم، إذن هنا نرجعوا للقيمة. إذن القيمة عطينا 200 كيلو هرتز، إذن غنحولو من الكيلو هرتز للهرتز، كنعرفوا أن الكيلو هي 10 أس 3. إذن 200 مضروبة في 10 أس 3، ونحسبوا هاد القيمة. إذن نجد أن القيمة إذن تي كتساوي 5 في 10 أس ناقص 6 هرتز. إذن دائما المرجو إذا الانتباه للوحدات، إذا لو خدمتوا بالقيمة اللي هي كيلو هرتز راه ما غنلقاوش هاد القيمة بالسكوند، إذن ضروري التردد بالهرتز. إذن الآن حساب طول الموجة، عندنا العلاقتين بجوج، يا إما العلاقة اللي كتجمع السرعة مع التردد، أو العلاقة اللي كتجمع السرعة مع الدور. إذن نعلم أن في كتساوي طول الموجة في التردد n. إذن من هاد العلاقة نستنتج طول الموجة. إذن طول الموجة لامدا كتساوي في مقسومة على n، وندير التطبيق العددي. إذن لامدا كتساوي، إذن سرعة الانتشار، عطيني سرعة الانتشار. إذن سرعة الانتشار هي 1500 متر. إذن 1500 متر مقسومة على 200 كيلو هرتز، إذن هذيك الكيلو غنضربو في 10 أس 3. ننجز الحساب ونأخذ القيمة. إذن بعد التطبيق العددي نجد أن لامدا كتساوي 7.5 في 10 أس ناقص 3 متر. إذن كيف ما كانت سواء استخدمت هذه العلاقة أو العلاقة الأخرى بين في ولامدا والدور تي غنجد نفس النتيجة. إذن السؤال باء: إذن انطلاقا من الرسم التذبذبي، إذن هذا الرسم حدد قيمة المدة الزمنية دلتا تي. إذن غنرجعوا للرسم التذبذبي. إذن عندي الرسم التذبذبي الأول والرسم التذبذبي الثاني. إذن قلنا لحساب هذه المدة الزمنية من الرسم دائما يا إما غنبداو من بداية الرسم التذبذبي الأول إلى بداية الرسم التذبذبي الثاني كنحسبوا فقط عدد المربعات، أو من نهاية الرسم التذبذبي الأول إلى نهاية الرسم التذبذبي الثاني. إذن غناخذ من بداية الرسم التذبذبي الأول لأنه كينطلق من المربع، من هنا غادي نحسب عدد المربعات. إذن 1 2 3 4 5 6، ونوقف حد هنا 6 المربعات، وكل مربع هو 5 ميلي سكوند. إذن غنكتبوا الجواب. إذن المدة الزمنية هي عدد المربعات اللي هما 6 مضروبة في 5، إذن 6 في 5 إذن 30 ميلي سكوند. هذه المدة الزمنية. إذا نعتبر أن الموجات فوق الصوتية تتبع مسارا رأسيا، لأن هذا غنعتبره غيمشي بهذا الشكل، مسار رأسي بدل ما يكون مائل عليه. عبر عن العمق الدي، إذا هذا العمق الدي، هذه المسافة بدلالة دلتا تي و في او في الو. إذا هنا السرعة تاع الانتشار في الماء، أحسب هذه القيمة دي. إذا رجعنا للشكل، إذا عندما يقوم الباعث بإرسال هذه الإشارات فوق الصوتية، إذن فهي
غادي تقطع هاد المسافة، إذا غنعتبرو غتمشي رأسيا فهي غتقطع هاد المسافة دي، وعندما تصطدم بهداك الحاجز فهي غتعاود تنعكس. إذا جزء من هاد الإشارة غينعكس، بمعنى أنها غتعاود تقطع مسافة دي أخرى. إذا غتقطع المسافة دي الأولى، وملي غتنعكس غتقطع المسافة دي مرة أخرى تانية، غادي يستقبلها هاد المستقبل ديال السونار. بمعنى أن خلال هاد المدة الزمنية اللي حسبناها بين إذا إرسال هاد الإشارة والتقاطها، فإن هاد الموجات فوق الصوتية قطعت المسافة دي جوج المرات. إذا خاصنا نردو البال، إذا هنا انعكست بمعنى أنها مشات وعاودت رجعت، قطعت المسافة هذه جوج ديال المرات. إذا غنكتب هاد التعبير، إذا في كتساوي 2 دي على دلتا تي. إذا خلال هاد المدة الزمنية اللي حسبناها إذا من هذاك الرسم التذبذبي، فتم قطع هاد المسافة اللي هي دلتا تي. إذا في ألو في الماء، تردوا ليها البال. إذا العلاقة بيناتهم غادي نستنتجو أن الدي من خلال هاد التعبير، ومنه إذا المسافة دي كتساوي السرعة في الماء، سرعة الانتشار في الماء مضروبة في هذه المدة الزمنية دلتا تي مقسومة على 2. إذا نحسبوا هذه القيمة. إذا الحساب، إذا سرعة الانتشار هذه الموجات فوق الصوتية في الماء هي 1500 متر على السكوند. إذا هذه المدة الزمنية دلتا تي حسبناها 30 ملي سكوند، ونحولوا إلى السكوند بالضرب في 10 أس ناقص 3 ونقسم على 2. إذا نجد النتيجة هي 22.5 متر. إذا دي المسافة دي كتساوي 22.5 متر. إذا إلى هنا ينتهي تصحيح هذه التمرينين. إذا التمرين الثالث والتمرين الرابع. إذا أعتذر على الصوت، إن شاء الله نلتقي في تصحيح باقي التمارين.